بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هنتكلم النهاردة على بعض الأمراض النادرة شوية اللي ممكن نعرفها من لون براز العيل الصغير. أول حاجة إن ممكن نلاقي البول بهتان خالص. البول بهتان خالص ده يعني غالبا الصفرة ما نزلتش. اللي بيلون البول يخليه اللون اللي هو البني ده او البني الغامق ده الصفرة، نسبة الصفرة والتكسير كرات الدم الحمراء. فلو لقيت البول بهتان قوي لونه تقريبا ابيض، ده ممكن يكون ان الصفرة ما وصلتش البراز، وبالتالي في انسداد مراري في العيل الصغير في اول شهر بالذات. فالبراز البهتان قوي ده محدش يقول مثلا ان ده بيرضع لبن فالبراز مبيض زي اللبن اللي بيرضعه، لا، البراز بيبقى ليه لون مختلف. ولو لقينا كده بنشك ان ممكن يحصل انسداد مراري او اللي هو اسمه بيلياري اتريزيا، وده بيحصل غالبا في اول شهر في العيل، خاصة كمان ان الصفر عنده تلاقيها عالية، وغالبا بتبقى ظاهرة علنية وبتطول شوية عن الاسبوعين. دي اول حاجة. الحاجة التانية، ممكن في بعض الناس نلاقي البراز لونه زي جيل الفراولة كده، في دم مدمم وفي مخاط، وده ممكن يبقى انذار للانسداد المعوي، خاصة لو في ترجيع اصفر لونه اخضر، ترجيع لونه اخضر، وده معناه ان الصفرة بترجع، وده معناه ان حصل انسداد في منطقة معينة وهو اسمه انسداد معوي او تداخل معوي، وده ممكن يبقى محتاج جراحة، فلازم نحوله لدكتور الجراحة. والانسداد المراري برضو على فكرة ممكن يكون جراحة، فبنسبة كبيرة هيعمل جراحة، فبرضو لازم يروح يعمل نوجهه لدكتور جراحة. طيب، احيانا بيبقى البراز لونه المارون او الموف ده، وده بتاع الميكلز دايفرتيكولم او حاجة مشابهة للزايدة كده بس في الاطفال، حاجة زايدة كده في الاطفال. فدي ممكن تعمل البراز اللي لونه موف ده او المارون بلون مميز جدا للي شافه قبل كده. طيب، برضو في حالة ممكن تظهر في الأطفال من 3 شهور ل3 سنين بالذات، أكتر سن بتظهر فيه، وهي حالة الكرونز. ودي بتتمثل إن ممكن يحصل إسهال بس مش مدمم ومش فيه ديزنتريا، ما فيهوش مخاط، لمدة تفوق الأسبوعين. تفوق الأسبوعين بتشك على طول إن كرونز ده مرض بيسيب القولون، وبيبقى محتاج نشخصه بمنظار شرجي، وتقدر تشخصه ده في حالة الإسهال أكتر من أسبوعين. إسهال في الأطفال يعني إيه؟ يعني أكتر من 5 مرات بس مش براز مدمم، وزيادة عن أسبوعين متتاليين، برغم تاخد العلاجات بتاعة الإسهال والمطهرات وكده وما بتستجيبش. وده بنشك ممكن يكون فيه كرونز ديز، خاصة زي ما قلت لكم من سن 3 شهور ل3 سنين. أتمنى للجميع صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.